عشاق العالمي يسخرون من عقوبة توني وجالينو، والسبب سلطان الغنام. قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم وتحديدا لجنة الانضباط والأخلاق قلب الشارع الرياضي فوق تحت بعد ما اكتفوا بس بتغريم ثنائي الأهلي إيفان توني وجالينو وبدون أي إيقاف، رغم أن تصريحاتهم كانت قوية ومسيئة وتثير الرأي العام بشكل واضح. جماهير النصر ما سكتت على هالقرارات، وبالعكس شنت حملة انتقادات وسخرية واسعة في اكس تويتر سابقا، وقارنوا اللي صار باللي صار مع لاعبهم سلطان الغنام اللي توقف 4 مباريات كاملة في واقعة سابقة. الجماهير النصراوية تشوف ان في كيل بمكيالين وازدواجية واضحة في تطبيق القوانين، خصوصا ان كلام توني وجالينو كان علني وقدام الإعلام، بينما واقعة الغنام كانت أقل حدة بكثير، ومع كذا انجلد بالإيقاف. المؤثر الرياضي مانع العرجاني استند على نصوص اللائحة وقال: إثارة الرأي العام عقوبتها غرامة توصل ل100,000 ريال، أما الإساءة فعقوبتها ممكن توصل للإيقاف سنة كاملة وغرامة 300,000 ريال. وتساءل العرجاني باستغراب: ليه ما طبقتوا هالمواد بالكامل؟ وليه بس اكتفيتوا بفلوس؟ أما عبد السلام العرجان فأشار أن واقعة سلطان الغنام تم تدقيقها وتحليلها تحت المجهر رغم بساطتها، بينما تصريحات توني وجالينو اللي فيها اتهامات مباشرة مرت مرور الكرام. وجاء سلطان البقمي واختصر المشهد كله بكلمتين: كلمة ما انسمعت توقف لاعب 4 مباريات، وتصريحات علنية ضد التحكيم تمر بسلام وبس غرامة. الإعلامي عبد العزيز المريسل دخل على الخط وأكد أن لجنة الانضباط الحين في موقف محرج، والكل يسأل: وش الفرق بين اللي سواه الغنام وبين كلام توني؟ وليه العقوبات مختلفة رغم أن الاتهامات واضحة؟ للتذكير، جالينو كان قد صرح أن الدوري موجه عشان يخدم لاعب معين يقصد رونالدو، أما إيفان توني فلمح أن فيه ظلم تحكيمي متعمد عشان مصلحة النصر، وكلامهم هذا فجر بركان من الجدل لأنه يمس نزاهة الدوري روشن. هالأزمة جت في وقت حساس جدا قبل الكلاسيكو المرتقب بين النصر والأهلي، والتوتر وصل حده بين الجماهير. جمهور النصر كان يتأمل إيقاف واحد من نجوم الأهلي عشان ياخدون أفضلية، لكن قرار الغرامات بس خيب ظنهم. المباراة الكبيرة بين النصر والأهلي بتصير بكرة الأربعاء الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وهي مواجهة نار بتحدد بشكل كبير ملامح بطل الدوري لهالموسم.